لما صلاح اتسأل هو بيتعامل ازاي مع التوتر، قال ان الناس كلها واللعيبه خصوصا بتتوتر، مش بس هو. لكن الفكره ان معظم اللعيبه او الناس في العموم بيحاولوا ان هم يهربوا من الاحساس ده، وبيقنعوا نفسهم ان هم مش متوترين، لكن الحقيقه ان ده بيزود الموقف جواهم وبيخلي الموقف اصعب. وصلاح قال انا بعمل يوجا كتير وبعمل مديتيشن وده بيساعدني جدا، بس برضه لازم اقبل مشاعري. هو شايف ان الصح انك تعترف بالاحساس ده وتقبله بدل ما تنكره، لان التوتر او الخوف دي مشاعر كل الناس بتحس بيها، والهروب منها بيخليها تكبر مش تصغر. يعني تقول لنفسك انا حاسس بالقلق دلوقتي، وبعدين تفكر ازاي هتتعامل مع الموقف ده بهدوء وبتركيز، زي مثلا انت تتنفس بطريقه معينه، والمديتيشن او التامل، او انك تكون حاضر في اللحظه. كده بيبقى الاحساس تحت سيطرتك، مش هو اللي مسيطر عليك. بمعنى تاني، الموضوع مش انك تمنع التوتر، لكن تتعلم ازاي تستخدم ده لمصلحتك بدل ما يدمرك. وعلى فكرة كتير بنسمع كلمة مديتيشن لكن مش بنبقى فاهمين يعني ايه مديتيشن. المديتيشن او التأمل هو مش مجرد قاعدة ساكتة، ده تمرين عقلي زي تمرين العضلات للجسم. الهدف منه هو ان انت تدرب دماغك على التركيز، على التحكم في المشاعر، وزيادة الوعي باللحظة الحالية. يعني لو هنشرح الموضوع خطوة بخطوة، إنك تقعد وتركز على التنفس بدل ما عقلك شغال في كل حاجة حواليك، بتركز بس على النفس اللي خارج والنفس اللي داخل، بيكون هو ده مركز اهتمامك. الحاجة التانية هي إن أنت تلاحظ الأفكار من غير ما تحكم عليها. يعني أي فكرة بتيجي لاحظها بدون غضب، بدون توتر، بدون إحباط. أنت هنا مش بتحاول تمنع الفكرة، لكن أنت كمان بتقول لها أنا شايفك وراجع لك، بس أنت مش هتسيطري عليا. الحاجة الثالثة هي الوعي باللحظة الحالية، مش على الماضي، مش على المستقبل، وده مهم جدا لأي شخص تحت ضغط زي مثلا لعيب الكورة. رابع حاجة هي إنك تهدي نفسك وتسيطر على مشاعرك. يعني لو حاسس بضغط أو بتوتر، بدل ما تعيط هتركز في اللعب وتاخد قرارات صح. باختصار دماغك بتتعلم تستجيب للمواقف الصعبة بهدوء بدل ما تتصرف بعاطفة قوية. المديتيشن أو التأمل هو تدريب للعقل علشان تركز وتسيطر على التوتر والعواطف، وده اللي بيخلي محمد صلاح يقدر يتحكم في ضغط المباريات والانتقادات.